السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الأمهات بتسأل إن ابني في KG1 هياخد إيه يا مس إيمان في KG1؟ عايزة أقولك قبل ما ياخد إيه لازم تعرفي السن المناسب لابنك علشان تديله الحاجات اللي هنقول عليها دلوقتي. المفروض دلوقتي ابني بيبدأ من 4 سنوات ياخد حاجة، هتلاقي الفيديو بتاع 4 سنوات أنا منزلاه هياخد إيه بالظبط في 4 سنوات. بعديها 5 سنوات هنبدأ بقى سن التأسيس بتاعنا اللي هو KG1. KG1 يا مس في مادة العربي بياخد ايه؟ اول حاجة بتديها له الحروف كلها كاملة. الحروف كلها كاملة يعني ايه يا مس ايمان؟ يعني بياخد الحروف بحركة الفتح والحروف بحركة الضم والحروف بحركة الكسر، ونحفظها كويس جدا جدا وتمارين عليها، وما تعديش حرف الا لما يكون متقن الحرف اللي بعده. يعني ناخد الحرف تمارين عليه اتقنه خلاص نعدي. تاني حاجة بناخد ايه يا مس ايمان بعد ما خلصنا الحروف؟ بناخد اشكال الحروف. اشكال الحروف الشكل بتاعه، الهاء بشكلها عامل ازاي وبتتكتب ازاي. هناخد بعد كده الحركات القصيرة اللي هي الحركات حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر. بناخد بعدها الحركات الطويلة اللي هي المدود، المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. بناخد بعدها السكون مع الفتحة والسكون مع الضمة والسكون مع الكسرة. بناخد التنوينات، تنوين مع الفتح وتنوين مع الضمة وتنوين مع الكسر. بناخد الشدة، شدة مع الفتح وشدة مع الضم وشدة مع الكسر. وآخر حاجة بناخدها تحليل إلى مقاطع صوتية. الحاجات دي كلها بتقعد بالظبط سنة كاملة. سنة كاملة انت بتديها لابنك. لو ابنك ذاكرها كويس وفاهمها كويس وعارف الحاجات دي كويس يبقى كده ابنك مستواه هيبقى زي الفل وتطمني عليه ويبقى تأسيسه ممتاز. طب يا مس ايمان الحروف ابدأ معاه ازاي او اديها له ازاي؟ احنا عندنا اول حاجة يهمني جدا جدا الترتيب وتنظيم وشكل الكشكول وخط ابنك. اولا ده حرف الالف، اول حاجه في حرف الالف كده هعلمها له. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول له ايه؟ هقول له بص حبيبي، حرف الالف بينزل على السطر بالشكل ده، نازل على السطر اهو. وعرفه ان في حاجه اسمها سطر وما ينفعش، او خط وما ينفعش ننزل من تحته. هو اهي واقف على السطر زي ما انت بتقف على الارض الحرف بيقف على السطر. واقول له ان الهمزه بتاعتي خد صغير او شرطه مايله، شرطه مايله تمام كده، بشرطه مايله اللي هي الدايره، شرطه مايله. بأي مسمى انت هتسميها هتلاقيني منزلك الحروف بحركاتها وازاي تكتبيها برضو على اليوتيوب. هتلاقي كل ده ان شاء الله في صندوق الوصف. خلاص يبقى حرف الالف بنكتبه ازاي؟ هقول له ها يلا انزل على السطر دايره مدوره شرطه مايله. انزل على السطر دايره مدوره شرطه مايله. حرف الالف واقعد اكرر له ده حرف الالف، وخلي بالك ما بنلزقش فيه الهمزه عشان لو لزقناها تبقى شكلها مش عربي خالص، تبقى زي الاف كده ملناش دعوه بيها. حرف الالف واقعد اكرر كتير واكتب ها انزل على السطر دايره مدوره شرطه مايله. نفس الحوار الف انزل على السطر دايره مدوره شرطه مايله، وهكذا انزل على السطر دايره مدوره وشرطه مايله. وكده ابني هنقعد انا مره هديله في الدرس يكتبه مره وفي البيت برضه يكتبه مره، وهقعد اكرر كتير واعرفه ان ده اسمه حرف الالف. ما اقولهوش حط عليه فتحه او ضمه او كسر، لا انا بدي الحرف بدون حركات خالص، بدون فتحه وبدون ضمه وبدون كسره خالص. ادي الاول الحروف كده لوحديها، الف باء تاء ثاء وهكذا. محدش يدي فتحة وضمة وكسرة في نفس الوقت، انت كده بتتعبي نفسك، بتفرهدي نفسك بس مش اكتر. الام تدي الحرف عاري من اي حركات، فتحة وضمة وكسرة لا، ما تتعبيش نفسك، ما تفرهديش نفسك على الفاضي. تدي الاول حروف ونخلصها كلها وبعد كده ندي بعد كده حركة الفتح لوحديها والضم لوحدها والكسر لوحديها. طب يا مس ايمان خدنا حرف الالف، المفروض بقى التمارين اللي نديها على حرف الالف ايه يا مس ايمان؟ انت عندك هنا ضع دائرة حول حرف الالف، يعني ابنك دلوقتي هتجيبي له شوية حروف بس مش كتير عشان ما تشتتهوش، وتخليه يعمل دايرة على حرف الالف. يلا يا حبيبي فين حرف الالف؟ اهو يا ماما اهو، واعمل دايرة كده اهو يا مس، واعمل دايرة كده. طبعا ابنك ممكن يقولك يعني ايه دايرة، وده طبيعي لان لسه طفل صغنن لسه بيتعلم بيتأسس. فنقول له بص يا حبيبي الدايره كده دايره كده مدوره بالشكل ده، يعني اقفلها يعني اسجنها من الاخر. ها ده حرف الالف، هيقول لك لا يا مس مش حرف الالف. جميل، ها ده حرف الالف، ده حرف الالف. يلا يا حبيبي اعمل دايره عليه اهو. خلاص يبقى انت كده بتنبهيه او بتنمي عنده المهارات بتاعته بطرق مختلفه. اهو فين حرف الالف؟ اهو يا مس، راح عامله عليه ايه؟ راح عامله عليه دايره. طيب خلصنا كده اول تمرين. ده كده حرف الالف في الحروف.
في الأحرف بتاعتنا بس. تعالى بقى ناخد حرف الألف في الكلمات، وخلي بالك ما ينفعش تدي حرف الألف اللي انت بتديه هنا ده، ما ينفعش تديه في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر الكلام، لا انت كده بتتعبي نفسك برضو على الفاضي. بالله عليكم ركزوا في الحاجات دي، مهمة جدا، ما تتعبوش نفسكم على الفاضي. أدي الأول الحروف عادي، وبعد كده أشكال الحروف، وبعد كده أو مواضع الحروف لثالث حاجة. فانت لما بتدي حرف الألف تديه لوحده كده بدون تشكيل بدون مواضع بدون أي حاجة خالص. طيب بعد كده أقول يا حبيبي ضع دائرة حول حرف الألف. ماشي، أنا جبت مرة في حرف وهجيب مرة في كلمة. هيقول لي يا ماما حرف الألف يا ماما اهو، راح عاملة عليه ايه؟ راح عاملة عليه دايرة. الألف اعمل يا حبيبي عليه اهو، وعامل الألف اهو بالشكل ده كده. خلاص، محدش يدي مواضع الحروف، انت كده بتتعب نفسك على الفاضي. ما تبداش في اول الكلام وفي وسط الكلام وفي اخر الكلام، ما تتعبوش نفسكم على الفاضي. وعايزه اقول لكم ان التنظيم الكشكول والترتيب والخط اهم من كل ده. طيب خدنا ضع دائرة حول حرف الألف في الحروف، هناخد بقى ضع دائرة حول حرف الألف في الكلمات، ناخد بعديها وصل. وصل يلا حبيبي، فين حرف الألف؟ حرف الألف اللي شبهه فين؟ اللي زيه بالظبط فين؟ أهو. أروح عاملة إيه؟ موصلة بالشكل ده أهو. يلا حبيبي الحرف ألف ده شبه ده؟ أقول لا ده مش حرف الألف، مش شبهه. جميل، أنت دلوقتي ما خدتش الباء، فما تعرفوش الباء إلا لما أنت تاخدها. ما تحاولش تاخد حاجات أو تسبق وأنت لسه ما وصلتش ليها أو ما خدتهاش وتقول انا برمي معلومه. لا، ما ترميش معلومات، ما ترميش معلومات، اسس الاول صح. انا بتكلم دلوقتي في حرف الالف، ما اتكلمش تاني في حاجه تانية غير حرف الالف بس. فاجي بقى حرف الالف تاني، يلا حبيبي ده حرف الالف، ده شبه ده يا مس، برافو عليك، يلا حبيبي وصل. وخلي بالكم التشجيع اهم حاجه، انك تشجعي ابنك وما شاء الله وبرافو عليك وممتاز. الكلام ده كده بيفرق كتير جدا مع اولادنا. طيب خدنا ضع دائرة حول حرف الألف في الأحرف، ضع دائرة في الكلمات، وخدنا وصل. طيب هناخد ايه تاني؟ هناخد اتباع النقاط. ليه؟ عشان ابني اللي خطه مش كويس او ابني اللي مش عارف يكتب الحرف الألف بنخليه يكتبه بالشكل ده. اقول له يلا حبيبي انزل على السطر دايرة مدورة شرطة مايلة. بس ابنك كده يبقى زي الفل. تاني هكبر الشاشة شوية طبعا عشان تشوفوها. انزل على السطر دايرة مدورة شرطة مايلة. تاني انزل على السطر دايرة مدورة شرطة مايلة، وهكذا. وهتلاقي فيديوهات كتيرة جدا منزلاها على الحروف، الأحرف ازاي نكتبها، الطريقة الصحيحة لكتابة الحروف. خلاص، يبقى احنا كده خدنا حرف الألف وازاي نكتبه، وناخد حرف الألف بس بدون أي حركات. خدنا تمارين عليه. حرف الألف بناخد الألف على الحركات الحروف بس، والألف على الكلمات، وناخد وصل وناخد التبع النقاط. هنيجي بقى في حرف الباء. بس منظر الكشكول أهم حاجة، تنظيم الكشكول وشكل الكشكول، وخط ابنك ده أهم من أي شيء. ولو سمحتوا محدش يستخدم على الكراسة الموسعات أو اللي هي الكراسة 9 أسطر، بنسميها موسعات، كراسة توسيع وكراسة 9 أسطر. ناخد بعديها حرف الباء. قبل ما ناخد حرف الباء يا ريت نعمل مراجعة بسيطة جدا على حرف الألف. ناخد بعدها حرف الباء واقول لابني يلا حبيبي انزل على السطر. ماشي، امشي على السطر، اطلع فوق السطر وحط النقطة. طب ابني يا مس مثلا كتبها بالشكل ده اهو كده، مثلا كتبها كده هنا كده وهنا كده وهنا كده، عمل كده. انا ما بفضلش الطريقة دي، ما بحبهاش. هو في حاجة اسمها الاتجاه الصحي للحرف، يفضل انك انت تمشي صح مع ابنك. يعني مثلا انزل على السطر، شرطة نايمة على السطر، اطلع فوق السطر ونقطة. حبايب قلبي انا مش عايزه يعني الامهات تمشي عشوائي، انت كده بتعلمي، فعلمي صح، علمي بالراحه وعلمي صح. فمثلا حرف الباء اهو، انزل على السطر، امشي على السطر، اطلع فوق السطر والنقطه واحده. هتلاقوا فيديوهات مخصوصة عاملة لكل فيديو، لكل حرف فيديو، والأخطاء اللي بنقع فيها وازاي نعرفه كمان الحرف، حاجات تحفة بصراحة على القناة. تمام. فهنا حرف الايه؟ حرف الباء. تاني يا حبيبي يلا، حرف الباء يا مس امشي على السطر، وانا ابقى حريصة جدا جدا. ابنك طلع فوق مثلا انا عندي مثلا اهو ابني طلع فوق كده، اعمل ايه يا مس ايمان؟ لا يا باشا انت معاكي استيكتك هتشتغلي تمسحي. طب يا مس ابني مثلا عمل واحدة صورة كده وعمل كده وعمل كده، يا حبيبة قلبي برضو هتمسحي. مش عايزة انا كل ده، انا عايزة امشي السن اللي هنا تبقى قد السن اللي هنا. في ناس تعمل كده وكده وتنزل ويمشي لا مش دايما ابنك بيطلع بيبقى عارفها ومتقن فيها. لا، ممكن يعمل كده وكده ويجي يعمل كده وكده، يعني هيلخبط الدنيا. مش عايزه انا افتكاسات كتيره، ان ده طفل تاسيس، الحاجه اللي هتقوليها هو هينفذها. فهتنزلي على السطر كده، امشي على السطر، اطلع فوق
نقطة. ريحي نفسك وتعاملي بطريقة واحدة فقط مع ابنك، امشي بطريقة واحدة، ما تعددلهوش، لأنه طفل لسه بيبدأ حياته، فما تعددلهوش. انزل على السطر، امشي اطلع فوق باء، وبكرر باء برضو، مرة بيكتب معايا، مرة في الدرس مرة، وفي البيت مرة، اللي هي الصفحة الواجهة ده كله كده. الباء نفس الحوار، انزل على السطر، امشي فوق السطر، اطلع فوق نقطة تحت باء، واقول باء باء، ويقعد اكرر. كتر التكرار بيثبت المعلومة. طب يا مس ايه، احنا خدنا حرف الباء اهو الحمد لله والدنيا زي الفل، بعديها هناخد ايه؟ بعديها هتقولي ضع دائرة حول حرف الباء، هتجيبي له زي ما اتفقنا حروف وبعد كده كلمات، يعني هحط حرف الباء مرة في حروف أحرف ومرة في كلمات. ضع دائرة حول حرف الباء، هي يا حبيبي يلا ده حرف ايه؟ بس الحرف الباء اللي احنا لسه واخدينه، برافو عليك ممتاز، واعمل دايرة عليه. هنا بقى ده حرف ايه يا حبيبي؟ لا مس والله مش عارف، ما تقولوش ده حرف التاء، لا، سيبي حرف التاء لما يجيله وقته. انت تقولوا ايه؟ خلاص يعني ده مش حرف الباء، لا يا مس مش حرف الباء، برافو عليك. ده حرف ايه؟ الباء، دايرة على حرف الباء. وطبعا ده احنا خدناه قبل كده، ده حرف ايه؟ ألف بس. اللي خدتيه تقوليه، اللي ما خدتوهوش ما تقولوش، ادي لكل حاجة حقها. ضع دايرة حول حرف الباء، هجيب بقى في الكلام، الباء هي مس الباء، يبقى دايرة على حرف الايه؟ الباء. يلا حبيب، باب، دايرة على حرف الباء هي مس، والباء كمان اهي، الباء كمان اهي. مس اديله مواضع الحروف مع مع الحرف، لا لا الله يكرمك، ما تديهاش خالص، انسيها اطلاقا لحد ما تدي الحروف واشكال الحروف. بعد كده ادي المواضع دي تالت نمرة، تالت حاجة. محدش يدي يا جماعة مواضع حروف علشان ما تبوظيش التأسيس بتاعك، انت كده بتجري على الفاضي. هاخد بعد كده وسط، ده حرف الألف، في الوسط حرف الألف، يلا ناخد. محدش يبدأ عشوائي، ابنك نفسه اللي بدأ عشوائي مفيش مشكلة، بس انت كأم بتعلمي كمدرسة ما تبدأيش عشوائي. يعني ده حرف الألف، ناخد أول حرف يا حبيبي، يلا هو ده شبه ده؟ لا يا مس. طيب اللي بعديها ده شبه ده؟ يا مس. حاولي تعودي ابنك أو تنظم، دايما خليه منظم، فهميه ان التنظيم أهم حاجة. ناخد الأول في الأول في الأول. طيب فينا حرف ألف تاني، ده شبهه؟ لا مش شبهه يا مس. طيب ده شبهه؟ شبهه يا مس، ألف زي ألف اهي، أروح موصلاها. نيجي بعدها على حرف الباء، يلا يا مس، حرف الباء، يلا وصل، برافو عليك اهو. حرف الباء تاني اهو، ممتاز. واخر حاجة هديها لابني حرف، اكتب حرف الألف وحرف الباء أكثر من مرة. الفيديو طويل بس مهم جدا جدا جدا. تخيلي انا كده ابقى خلصت التأسيس بتاعي، الطريقة بتاعتك اللي انت دايما بتطلبيها، ابني اللي في KG 1 هبدأ معاه ازاي او هاخد معاه ايه. انت كده خدتي المنهج كامل، تقدري تمشي مع ابنك لحد ما تخلص السنة ان شاء الله بإذن الله. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لايك والشير واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبرضه بنبه ان اشكال الحروف عندنا زي يكتب الحروف مكتوبة من الف للياء على القناة. وتابعوني على صفحتي في الفيسبوك مس إيمان أسس صح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا رب. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.